ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في يوم جديد وروتين جديد. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت مش مشتركه. يلا بقى كده نبدا بكده فيديو روتين طبيعي في كل بيت مصري. اول ما صحيت من النوم كده اهوت قلت افتح الاوض كده عشان خاطر ايه؟ الشمس تخش والهواء يخش. تغيير لازم كده الجو. شايفين الشمس حلوه جميله ازاي عندنا؟ الشمس عندنا صراحة ما بتخلاش خالص يعني الحمد لله يعني. ففتحت الشباك كده عشان خاطر الشمس تدخل واغير الهواء. وانا عندي بقى كمية هدوم كنت مطلعاها عشان خاطر ايه؟ قلت اطلع الشتوي وادخل الصيفي عشان خاطر انا عندي عيالي بيعيوا جدا. الناس هيقولوا احنا في اسوان لا لسه ما شتناش، بس انا عيالي بيعيوا جدا يعني قلت اشتلهم. بصوا بقى هنا رحت جبت لهم العلاج بتاعهم، قلت اديهم العلاج دواء الرشح والكحة. بصوا مش خلصانين من الكحة والرشح دي حاجة يعني اساسي عندنا. احنا بقالنا اسبوعين في يعني في الموضوع ده. بس انا سمعت ناس كتيرة جدا يعني ناس كتيرة تعبانة بجد. ربنا يلطف بينا يا رب وبأطفالنا. الواحد بيقول يا رب الأطفال يعني الواحد ما يعني بيقول يعني تيجي في الكبير وما تجيش في الصغير، يعني تيجي فينا احنا نستحمل بس الأطفال لأ. فأنا اللي اكتشفت ناس كتيرة أصلا تعبانة بنفس فالاطفال كلها تعبانه. بعد كده دخلت خلاص شغلت الغساله اللهلوبه الجميله ديت. غساله بصوا بتطلع الغسيل قشطه شمعه منوره. بصوا انا شغلتها كده، حطيت اريال كده وحطيت كلور عشان ايه يدوب مع الميه. بعد كده بنزل بالغسيل. احلى حاجه في الغساله دي انك انت بتبصوا بتغسلي كميه غسيل رهيبه. وبتحطي بصي الاول هنحط الابيض وبعد كده نحط الالوان، بعد كده نحط الاطفالي والملايات كذلك يعني. فاهماني؟ انا مش بحط كله في نفس الميه وكده، لا انا بغير الميه يا جماعه عشان محدش يقول لي الميه بتبقى وسخه وكده. بس الصراحه غساله جميله جميله. انصح اي حد صراحه ان يجيبها. بعد كده دخلت بقى زي اي ست مصريه معانا المكوى بقى. كويت بقى لجوزي كده، كوت له كده كام تيشيرت على كام على جلابيه وكده هدوم الشغل بتاعته. ولو نخلص بقى من هم المكوى ديت. الصراحه ما بحبش المكوى دي خالص، انا ماليش في خلق في المكوى. بس يلا هنعمل ايه بقى؟ قلنا نخلص بقى وننجز. فالله يعيننا بجد يعني، ويعين كل ست مصرية معاها أطفال تعبانين، معاها أطفال في المدارس، معاها أطفال في الحضانة. حاجة بص ما أقولكمش يعني ما أقولكمش. فالله المستعان. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو عشان خاطر الفيديو يترفع. اللايكات يا جماعه بترفع الفيديو. كل فيديو بقول لكم كده بفكركم، لان في ناس كتيره بتخش تشاهد الفيديو بتستخسر تحط اللايك. انا مش عارفه ليه بتستخسر تحطوا اللايك يا جماعه. والمشاهده اقل حاجه يعني متفرجوش عليا كل يعني مش مشكله، اتفرجوا بس ايه 3 دقايق 5 دقايق اقل حاجه. سرعوا الفيديو حتى، بس اهم حاجه ايه ما تدخلوش كده تكتبوا التعليق وتطلعوا. بجد يعني حرام، احنا بنتعب قوي في الفيديوهات وكده. والواحد بيعمل لكم روتينات يعني عشان خاطر نشجع بعضنا. تعرفوش الروتين دوت بيطول معانا في التصوير جامد. يعني عايزه اقول لكم ان التصوير بيبقى جامد جدا يعني بياخد وقت خالص. الحاجه اللي بتبقى ساعه باخدها في ساعتين 3 بسبب التصوير. ان انا البس مثلا والبس عبايه واشوف ده واشوف ده. بس الحمد لله الله يعيننا كده. دخلنا على المواعين بقى نغسل مواعيننا، وغسلت الازايز اول حاجه، الازايز والكوبايات والبزازه وكله وايه ونخلص بقى. الله يعيننا يا رب. بجد الجو اليومين دول متقلب جدا يعني. جو عيا. انا عندي عيالي بقالهم فوق الاسبوعين والله تعبانين. غيبتهم من المدرسة وكده بس برضو تعبانين. وديتهم دكتور وعلاج وكده. بس انا خايفة اديهم مضاد، بس شكلها هترسى على المضاد اصلا في الاخر، لان المضاد بيجيب النهايه. بعد كده انا بمنتج لكم الفيديو وانا اصلا تعبانه يعني. انا برضو خدت مضاد امبارح ونمت. انا كنت تعبانه جدا، كان عندي دوخه وسخونيه وزوري ده قفل معايا خالص. بصوا كنت مهمله في نفسي وكنت ببص لعيالي. انا معايا 3 العيال كانوا 3 تعبانين. كنت بص اهملت في نفسي كده ورحت وشفت عيالي. في الاخر جيت انا بقى الايه اللي كملتها معاهم، فخدت مضاد وكده عشان اقدر اقوم واشوف عيالي.
فالله المستعان بجد يعني. دور ماشي عند كل الناس. ربنا يعيننا يا رب جميعا يا رب، بجد والله. الواحد مش عارف يشوف يعني نفسه ولا يشوف العيال وكده، بس انا بقول يا ربي، او يعني انا اقوم يا رب كده، اقوم عشان ايه؟ اشوف عيالي وامسك عيالي، ومحدش جنبي يشوف لي عيالي وكده. جوزي بيروح الشغل اليوم كله، بيجي بينا بالليل، ما فيش حد جنبي بيشيل معايا، فيش حد جنبي كده، اهلي بعيد عني وكده. فالحمد لله ربنا موجود، ربنا احسن من اي حد واحن من اي حد. ربنا موجود وقادر يعني يكون معانا في كل حاجة. ربنا ينصرنا يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله. دايما الواحد تقول الحمد لله على الحلوة والمرة والوحشة، على اي حاجة تقول الحمد لله الحمد لله. بس بعد كده طلعت معاكم بقى، انا كنت ايه معايا طماطم كده، جوزي كان جايبها لي، قلت ان انا ايه افرزها كده عشان خاطر ان انا عايزاها طماطم اصلا. محتاجة طماطم. بصوا بلاقي واحدة واحدة صغيرة كده بروح احطها في بقي. بصوا بعشق حاجة اسمها طماطم، مش عارفة بحبها جدا. فاغسلها كده وافرزها كده على السريع كده، وعشان نشوف ورانا ايه، ونكمل بقية يومنا كده. فدايما نقول الحمد لله الحمد لله في كل حاجة، نقول الحمد لله. المهم كده قطعت الطماطم كده، قعدت افرز فيها. لقيت كام واحدة جامدة كده، فشلت الجامدة على جنب، وفضلت اقطع بقى في اللي هي الصلصة، اقطعهم كده وخلاص. هشيلهم بقى على الحال ده، هشيلهم على الكيس. انا مش بسبكها يا جماعة، لا انا بشيلها كده. بحس الطماطم بتبقى فريش معايا عن ان انا اسبكها وكده. لا مش عارفه، ما حبيتهاش. انا جربت دي وجربت دي، بس لا الاحسن ان انا اسيب الطماطم كده. في ناس كمان مش بيقطعوها، بيسيبوها زي ما هي سليمه سليمه عشان خاطر المكان. انا قطعتها. في ناس بيغسلوها وبيسيبوها زي ما هي كده سليمه. بس بعد كده انا ايه اهو، الكميه اللي عملتها كميه حلوه الصراحه. ودول شويه التانيين اللي هناك دول سبتهم للسلطه. طماطم جامده وحلوه، قلت لا اخليهم للسلطه، نعمل بيهم اي حاجه وكويسه يعني. بس كل ما احطها في الطبق بتقع، كل ما احطها في الطبق بتاخر مزاج، رحت حطيتها على جنب. المهم كده هنكيسهم كده، هحط على قد الاكله بس، على قد الطبخه بس. انا ما بحبش ايه املى اكياس، لا انا بحب احط على قد الطبخه بس، واطلع ايه زي ما انا عايزه. جميل جدا. حطي بقى لايك للفيديو، ادعولي بقى، ادعولي بجد بجد، لان انا بصوا نفسيتي متدمره جدا بسبب ان العيال تعبانه وانا تعبانه ومحدش معانا. بصوا يعني خانقه بجد يعني. انا والله بمنتج لكم الفيديو، بتكلم معاكم بالعافيه، مش عايزه اتاخر عليكم في فيديوهات. بحاول ان انا يعني قدر الامكان ان أنا انزل لكم فيديو كل يومين ثلاثة. كل يوم لا صعب الصراحة، كل يوم لا، هو الأحسن إن كل يوم ثلاثة فيديوهات. ده من كلام واحد موثوق منه، يوتيوبر، قال الأفضل إنك تنزلي فيديو كل يومين ثلاثة، بحيث الفيديو ياخد راحته في المشاهدات، ويجيب مشاهدات وكده. يجي كل يوم فيديو، لا انا كده لو نزلت كل يوم فيديو هكسر عن الفيديو اللي جاي. الكلام ده لو انا هنزل كل يوم فيديو، لما الاقي جمهوري وحبايب قلبي اتفعلوا معايا اكتر واكتر. بصوا انا بوريكم بقى ايه الحوض بقى مية مية، وخلاص مواعيننا مية مية. نخش بقى ايه على الغدا. هنا طلعت كيس جناحات، كانت عندي جناحات، قلت نعملها كده بصينيه بالبطاطس، بتبقى جميله جدا. غسلتها كده ونقعتها في ملح وليمون. بعد ما غسلتها كويس بحب انقعها في ملح وليمون كده اهو. بصوا انا كده منقعاها في المحلول بتاعها ملح وليمون، بتبقى بصوا طلعت ريحه الزفاره بتاعتها كلها. بعد ما كميه ما اغسلها كويس يعني. بعد ما خلصتها من المحلول ده، رحت شطفتها برضو شطفه تانية. تمام كده. هنا قطعت بصل وفلفل وطماطم وكده. انا بحب اعملها بالطريقه دي، طريقه الشوي. انا كنت هدخلها في الفرن كده. انا خلاص بص بقى، حطيت هنا البهارات ومكعب مرقه وكده. هديها بقى ايه هلفها لفه حلوه كده عشان خاطر البهارات تنزل، واعملها بايدي بقى. وتمام كده كله هيبقى في سوا بعضه. بصوا حطوا البهارات اللي عندكم، ملح فلفل كزبره بابريكا ورق لوري. بصوا اللي عندكم حطوه. انا حطيت ملح وفلفل وكزبره ورق لوري ومكعب مرقه بس.
ما بحبش ازود. في ناس قوي بتزود في البهارات، لا انا مش حابه ان انا ازود في البهارات كده. بحس طعم الاكل بيروح كده يعني، مش عارفه بيروح فين يعني، بيديكي في مكان تاني. مش كل حاجه تديها بهاراتها زياده عن اللزوم. تمام كده، بس كده خلاص. هشغل عليها البوتاجاز بقى واديها تسويتها. والحمد لله عملنا جنبيها شويه رز وشويه سلطه، والحمد لله واليوم قضى واليوم خلص باذن الله، والحمد لله وكله نعمه وخير يا رب. وكده شكلها في النهايه. بص بقى مبكبكه جميله. بص ما اقدرش، بص مش قادره اقول لكم على الريحه، بجد الريحه كانت فظيعه. ريحتها كانت حلوه قوي 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 قوي. مهما اوصف لكم مش هتقدروا يعني، مش هتقاوموا الريحه بجد يعني. بكده خلاص نهايه الفيديو. يا رب بس الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.